في ذلك اليوم ستتلقى الملكة زيارة من رئيس الولايات المتحدة، والكلاب متحمسون لمقابلته، يركضون عبر ممرات القلعة ويحدثون فوضى كبيرة وكأن شيئا لم يحدث. يقفون عند البوابة تماما كما يصل دونالد ترامب وزوجته إلى القصر، وميلانيا تحمل ميدزي في حضنها، وسرعان ما تفاجأ ريكس برؤيتها، حيث اندهش هو وأصدقاؤه من المظهر الرهيب للكلب. ثم صرح ترامب أنهم يبحثون عن شريك رومانسي لميدزي، واقترحت الملكة أن ترتبط الكلب بأحد كلابها بعد تحليل شامل لكل منهما. من بين الكلاب الملكية تختار الأنثى الصغيرة ريكس ليكون زوجها المستقبلي، ويشعر الحيوان المسكين بالذعر. بعد ساعات يستعد ريكس لليلة زفافه، ويتم اصطحابه ضد إرادته لمقابلة عروسه التي يجدها غير جذابة على الإطلاق. قبل مغادرة الغرفة يشغل ترامب ستيريو لإثارة حماس العروسين، والملكة تطفئ الأضواء. بمجرد مغادرة الاثنين تبذل ميدزي جهدا لسحر ريكس، لكن ريكس يحاول الهروب، وهي تسحب